كاليميرا، صباح الخير، وحشتوني. ولا رجع اليونان، يلا بقى نصور اليوميات بتاعتنا. عندنا النهاردة لم الزيتون، شهر 9 و10 بنلم الزيتون عشان نخلله يبقى عندنا لطول السنة. مش بيعمل كمية كبيرة لأن الطريقة دي لازم يتعمل على طول، يتخلل ويتاكل على طول. الطريقة دي يعني مش نطول فيه سنة زي ما احنا بنعمل التاني. Να, και έτσι κάπως. Γιγνάτη. Να, όταν γίνουν έτσι, καλαμόν, καλαμόν. είναι μητερές. Είναι μητερές. لازم تبوظ. Και τις κάνουμε με ξύδι. دي بتتعمل بخل بس. Ευχαριστώ Θέλει πολύ. διαδικασία. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. يا كاليميرا كاليميرا. جارنا قال لنا على الطريقة دي بتاعت الزيتون، فرحنا بقى لشجرة الزيتون أنا وماما علشان نجمع شوية زيتون علشان ماما تعملهم وتخللهم. اليونان معروفة بالزيتون، يعني هتلاقوا في شجر زيتون كتير جدا. يعني احنا في الجزيرة اللي احنا عايشين فيها في شجر زيتون موجود كتير جدا في الشارع، مش بتاع أي حد، ده لكل الناس، لكل السكان بتوع الجزيرة، أو أي حد بيجي الجزيرة عايز يلم زيتون يلم زيتون براحته. الفكرة بس كلها ان في القانون، لا على حسب معرفتي يعني، ان ممنوع حد يقطع اي شجرة زيتون. يعني لو في البيت عندك في شجرة زيتون ما ينفعش تشيلها من الجنينة. وزي ما قلت لكم ان الناس ممكن عادي تجمع الزيتون، في ناس بقى بتخلله، في ناس بتجمع الزيتون علشان تعمل منه زيت زيتون بتوديه اللي هو المطحنة بتاعت زيت الزيتون يعني، وفي ناس بتسيبه على الشجر لغاية ما يسود فيبقى عندهم زيتون لونه اسود ويعملوه في الاكل. اهم حاجة بس ان اللي ياخد الزيتون ياخد على قده، يعني ما يملاش يفضي كل الشجر، يسيبه علشان برضو غيره من السكان يستفادوا هم كمان. وزي ما احنا شايفين احنا قعدنا نلم. انا عايز افرجكم بس على الزيتون شكله عامل ازاي من قريب. شكله حلو قوي اصلا هو على الشجرة، فبنختار دايما الزيتون اللي ملزلز، مش الزيتون الصغير، بنختار اللي هو ملزلز شوية ده علشان نقدر نخلله. بصوا بتوع النهارده شطفتهم شطفة كده وهنبتدي نشتغل. الله اكبر الله اكبر. ولا حبيبي مش هي دي الكمية، ها؟ انت لسه هتروح تلم ان شاء الله. ولا بس كيرالاني جارتنا وكيريورغو بيقولوا لك الحمد لله على السلامة، صباح الخير. ايوه عشان انا بحبه. كلوا رايك هم عارفين. ايوه بالشاي باللبن، بالشاي مش بشرب شاي بلبن بس اوكي مع القهوه بالكافيه. هيبقى تحفه. حلوة قوي، هي بتعمل ريحته مخبوزات. يا جماعه بصوا عشان عرفوا ان انا جيت من السفر. سخن. بتعمل حاجات جارتنا حلوه قوي. بصوا البسكوت ده بيبقى مقرمش كده من بره وطري من جوه، عملتنا وفي وريحته قرفه، ريحته حلوه قوي. وعصير العنب بتحوش عصير العنب المشكله ان انا كنت فاكر ان انا حاجه هعمل دايت، ابتدي دايت، بس هبتدي الدايت من بعد بكره. النهارده هاكل براحتي. دايت ايه؟ انت نسيت في مصر كنت بتاكل. تسلم ايدك يا منى. مش عارفه فطير ايه، حواوشي ايه، ما جبتش سيره الدايت. انا جبت سيره الدايت اللي هو كله حاجات طبيعيه وهيلثي. بس اللي هناك طعم كده بحب. اسمه ايه الممثل بتاع بحربش محرمش. لا، طب مش ما انا محرمش. عايزه اروح برضو. انا مش بعمل دايت. مش بعمل دايت. هو ده اللي انت بتعمليه يا ماما؟ انا بعمله وانت هتعمل. انت فاهم غلط، انا هعمل ده كله لوحدي. بص اوكي. فتح ازاي؟ دي الطريقه بتاعت عمو يورجو اللي علمها لك الصبح. ايوه. يعتبر الطوبه دي بس للزيتون، يعني غسلها كويس وكده ومعقمها وبنسيبها بس للزيتون. ممكن بدل شاكوش طوبه تانية او زلطه. دي طريقه جديده يا جماعه، مش زي الفيديو اللي فات. دي طريقه تانية، هي مش جديده، طريقه تانية. اوكي. وفي مصر بتباع الزيتون اللي هو متكسر كده، بس احنا بنجيبه جاهز هناك مثلا. دلوقتي عشان عندنا الزيتون بنضطر نتعلم كل حاجه عشان نعمل.
نفس الزيتونة دي لو صبرنا عليها للشهر الجاي أو بعديه بتبقى أسود، بتسود يعني وتبقى السودا. اوكي جماعة بصوا، بابا ما كانش راضي، يعني شالوا كل العنب، ما كانش راضي يشيل عنقود العنب ده غير لما اجي عشان اصوره ويفرجكوا عليه. الله اكبر. طعمهم كان حلو بابا اللي فاتوا؟ عسل عسل بجد؟ عسل والله. طب الحمد لله. برافو يا بابا. اجي اساعدك. برافو يا بابا، تحفة. هو ready؟ يس. طيب دوقي واحدة كده. لا مش عايزة. دوق واحد، الأول دوق أغسله واحد بس. طبعا. لا ماشي استنى. خلي Tá pro trapézio, cozinha. Sto trapézio. طعمها تحفة ها؟ E que nasce um vaso megalo. أوكي بابي حلوة؟ طعمة. ألف هنا وشفا يا بابا. شكرا. شكرا يا بابا انك سبتوا لي واحدة عشان اصورها. استنوا يا جماعة ادوق انا كمان. انا واحدة كمان، ثانية واحدة. مش هغسلها كده كده، دي شجرتنا. عسل والله. حلو قوي. وبعدها بقى خدنا الموتوسيكل ورحنا نشتري حاجات، علشان في بصراحة أنا رحت أشتري حاجات، هي حاجات مش مهمة بس أنا كانت طالبة معايا، عايز أرجع أرسم تاني، فرحت أشتري أدوات للرسم علشان بقى إيه بكرة وبعده كده أبقى أقعد طول وأنا قاعد الصبح في وقت فراغي أقعد أفنن بقى. الحمد لله رحت جبت الحاجات ورجعت تاني على البيت. لقيت بقى ماما بتعمل الكركديه اللي أنا جبته لها معايا من مصر، جبت لها كركديه كتير قوي بقى أسواني، وماما بقى بتعمله بطريقة كده فيها بسكر ستيفيا علشان خاطر بابا يقدر يشرب منه براحته. ايه ده في ايه؟ نحلق. طب ما تروح تحلق عند الحلاق. ما انا كنت رايح احلق في الحلاق، قال لي هتبقى ب 10 يورو. فعشان كده بتحلق هنا. بالظبط كده. ما شاء الله. واسلام بصراحه بيحلق حلاقه تحفه زي ما احنا شايفين. مش مهم هديله 2 يورو. That's not the best. They're the best. انت اللي قمر. الله يا تاتا شكلك حلو قوي. ايوه شكلك بشع. مافيا. شيل ايوه. القرف. مافيا الإيطالية. احمد عز التجمع الخامس. اهدى بقى. بس نعمله ده ما خلاص سيبيها كده هتتكسر. وريها لهم. واو واو. اي خدش. ما ينفت يعني مش هغسل ايدي. جماعه معلش عايزين بس انا اللي حلق له. واضح. بص يعني هو انت يعني دي واضح. تسلم ايده. المنظر ايه رأيكم في اللوك ده؟ اللوك المقرف ده. تعالى بره عشان يبان. علشان هو عايز مش لازم يسيبه يبان كده. قوي يعني. هو عايز يسيبه بالمنظر الجميل ده المقرف ده. جميل المقرف. تحفه. تحفه. انا ظبطتها له وحددتها، يعني ظبطت له الدنيا. واضح ان هي فعلا طب متظبطه. اديله نزلي راسك نزلي راسك. بابي نضفه. ايوه ارجع كده. ايوه بس كده. انا عايز اللوك كده. ايوه كده. انا ايوه. عامل حلقة بابا لما كان في الفرح في التسعينات، في صورة عندنا في الأوضة هو عامل شبهها بالظبط، فأنا قلت أقلده. طيب بالنسبه للوك المقرف والله. ده يا ريت بس تقولوا لنا هل يسيب المنظر ده ولا يا ريت يلم نفسه ويشيله. تسلم انا اللي ايدك. حلق له. واضح ان انت حلقته مش محتاج يعني بجد واضح. انت فعلا كنت لابس النضاره وانت بتحلق له؟ اه ولا أروح أدفع 10 يورو في الحلاقة؟ سؤال. يا ابني هي تحفه اصلا. أيوة أنا عجباني دي, جدا. دي عشان حد يحلقها لك دي ولا 20 يورو. يا عم أنا كل مرة أحلق عند إسلام يا جماعة بقى، يلا. تعالوا بقى نشوف بقى ماما عامله لنا ايه. ها الحمد لله على وحشتينا السلامة يا بابا. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك. هي عامله لنا اكل ايه؟ عاملة لك ستيفادو. عاملة لك ستيفادو باللحمة النهاردة. ده ايه ده بقى؟ ده أكلة يوناني زي عندنا الملوخية والمحشيات وكده، دي أكلة يعني من زمان اسمها ستيفافو. عبارة عن بصل ببيك كده، بيتعمل هو على أرنب وعلى لحمة. في ناس بتعمله على فراخ بس هو الأصلي على يا لحمة يا أرنب. ماشي. بصوا الصوص بتاعته بتطلع كده اللون ده. اوكي.
تسلم ايدك، تسلم ايدك، تسلم ايدك. طب ماما يبقى نصورها لهم بقى المره الجايه. ان شاء الله. البطاطس دي بصوص الليمون طعمها خطير بجد، انا بحبها جدا، كنت باكلها من وانا صغير يعني. هبحاول اعرف ازاي الطريقه بتاعتها واخلي ماما تعملها لكم واصورها لكم يعني. وطبعا رحت جبت سندوتش سوفلاكي بالفراخ والمستردة، اكتر سندوتش بحبه، واكلته النهارده برضه. يعني بصوا انا كنت فاكر ان انا هعمل دايت، بس انا اكتشفت ان انا قاعد باكل لسه في مرحله الاكل، بس ان شاء الله هخس. وبكده يكون انتوا قضيتوا معانا اليوم واليوم خلص، فتصبحوا على خير ويا رب اليوم يكون عجبكم. باي باي. والجيران عملوا لنا عيش سخن نتعشى بيه. بص سخن. مش كله يعني. ريحته حلوه قوي. مش تسيبوها بكره ليه؟ ليه ناكله دلوقتي نتعشى بيه؟ بكره. يعني بناكل عيش يعني. لا العيش لما بيجي سخن كده شكله حلو قوي. بره اكتر. بره اكتر من كده. فبص اما نشوف بس. كلهم عارفينك ولا ايه؟ عارفين مش لا اسود. يا نهار ابيض، ده بره مستنيين فعلا. 3 4 خد وزي ما احنا اتعشينا لازم برضو بابا يعشي القطط اللي في الشارع، هما كمان يتعشوا، ويبقى كده. لا بجد اخدتكم بقى اليوم كامل من الصبح لغايه بالليل. يا رب الفلوج يكون عجبكم، وقولوا لي رايكم في الكومنتات.